من الأمم. لذلك نحن نركز على هذا الحديث أيها الأخوة والأخوات. أيها الأخوة والأخوات، إلى فاصل قصير ثم نعود بعد ذلك. أيها الأخوة والأخوات، نعود ونذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خطاب لأهل الأردن بالذات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لتقاتلن المشركين. لتقاتل تأكيد لام ونون، لتقاتلن المشركين، وكلمة مشرك لكل من لا يؤمن بالله عز وجل، حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الأردن. بقية الأمة، بقية هذه الأمة، أن نقاتل الدجال على نهر الأردن. أنتم شرقية، هاي ونحن الآن شرق نهر الأردن، وهم غربية، الدجال ومن معه تلاميذ اليهود وغيرهم، ولا أدري أين الأردن يومئذ. أنا أقول للشعب الأردني: إما أن تحارب الدجال أو أن تكون مع الدجال. نحن الآن نعيش في عصر الدجال، مقدمات الدجال. دجال الاقتصادي، الدجال الاقتصادي والتعليمي والاقتصادي، كل هذا موجود. ونحن في هذا البلد يجب أن نكون دائما رأس الحربة لرفع راية الإسلام. نحن نفتخر بالإسلام، والأردن على مدار التاريخ النبي صلى الله عليه وسلم دخل إلى هذا البلد أكثر